السلام عليكم. أوديو بريس ترحب بكم. تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد طيب ضواحي مدينة فاس من القبض على شخص كان مبحوث عليه سابقا في قضية صنع وتزوير مواد منظفة لأسماء لبعض العلامات التجارية المعروفة، حيث أسفرت عملية تفتيش المصنع السري المتواجد بمنزل متخصص لهذا النشاط والمتواجد بدوار طلالسة بالجماعة القروية عن الشق ضواحي مدينة فاس من اكتشاف وحجز 10,000 لتر من هذه المواد المزيفة. لهذا أحالت مصالح الضابط القضائية للدرك الملكي صاحب المصنع السري على المحكمة الابتدائية، وقرر قاضي التحقيق إحالته على سجن بوركايز ومتابعته في حالة اعتقال لأجل المنسوب إليه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد الأخبار المغربية.